عليكم. شرف الخير في شباب على الهوا، ومع حضراتكم ان شاء الله هنتكلم عن العديد من الامور المتعدده والمختلفه اللي بنتكلم فيها عن اصلاح النفس. وبما اننا مهم جدا ان احنا نكون عندنا اصلاح لنفسنا علشان نبتعد عن السيئات ونسعى دائما الى عمل الحسنات، فاحنا محتاجين نجتهد بشكل كبير جدا. والنهارده عنواننا مع اعرف عدوك. واعرف عدوك هنا هي النفس. النفس اول عدو، عدو عظيم. والرسول عليه الصلاة والسلام قال كده: عدنا من الجهاد الأصغر ونبدأ مع الجهاد الأكبر. ولما سألوه: ايه هو الجهاد الأكبر يا رسول الله؟ قال لهم: النفس، محاربة النفس، والنفس أمارة بالسوء. خلونا نتكلم عن الموضوع أكتر مع ضيف اللي بيشرفنا النهارده في الاستوديو، الداعية أحمد حسن. أهلا وسهلا بيك يا أحمد، كل سنة وأنت طيب. وانت بالصحة والسلامة يا استاذ محمد، وربنا يجعل البرنامج دوت القائمين عليه كلهم في ميزان حسناتهم وحسناتنا جميعا، اللهم ونبقى آمين. شيرين كلنا في الخير وشيرين في الجنة ان شاء الله بإذن الله يا اللهم رب. امين، اللهم امين. مبدئيا كده يعني هل النفس هي اكبر عدو للانسان ولا لا؟ آه قال صلى الله عليه عليه وسلم: الصلاه والسلام. أكبر أعدى عدو لك نفسك التي بين جنبيك. ها. أكبر عدو للإنسان نعم. نفسه، اللي عايش معاها في صراع باستمرار. ها. خلينا نبدأ الأول يا أستاذ محمد بقصة كده بسيطة خالص. اتفضل. كان في واحد تابعي من الصالحين اسمه مالك ابن دينار. نعم. الراجل ده كان حاله عادي، بشوية يغلط، شوية يقرب من ربنا، شوية يصلي، شوية لأ، لغاية لما ربنا أكرمه وخلف بنت. مم. من لحظة ما خلف البنت دي وهو حاله مع ربنا بقى كويس جدا، والبنت دي كانت سبب في قربه لربنا سبحانه وتعالى. نعم. وكل يوم كانت بتكبر فيه البنت دي كان بيقرب أكتر من ربنا وبيزيد حبا وقربا من الله سبحانه وتعالى. ونعم بالله. لغاية ما البنت دي وهي عندها 3 سنين توفاها الله. زي ما تقول حصل له انتكاسة، ورجع تاني وبقى يشرب خمرة، وكل يوم بقى يبعد أكتر عن اليوم اللي قبله. لغاية ما في يوم قعد يشرب خمرة كتير جدا جدا لغاية لما سكر ونام. شاف رؤية أو شاف حلم، شاف إن القيامة قامت، وشاف إن الناس كلها في الحساب، وجي دوره في الحساب وخلاص. أمروا إنه يروح النار، أو أمر إنه يروح النار خلاص. ها. فهو واقف خلاص مش لاقي حد حواليه، لقى تعبان كبير قوي بيجري وراه، عمال بيجري من التعبان يمين وشمال، والتعبان مش عايز يسيبه خالص. في وسط ما هو بيجري لقى راجل عجوز كده، راجل ضعيف قوي. فقال له: ساعدني. قال له: انا ضعيف ما اقدرش اساعدك. بيجري خلاص لقى قدامه النار، مفيش حل غير هيقع في النار. لف ورجع تاني ورجع للراجل العجوز ده، فقال له: حاول تساعدني. قال له: انا ما اقدرش اساعدك، بس روح ناحية الجبل ده، ممكن يكون فيه حد يساعدك. مم. لقى في الجبل ده اطفال صغيرين، وجات له طفلة منهم ومشت التعبان، شاورت التعبان مشي، وخدت مالك ابن دينار وقعدته وقعدت تطمنه. فبيقول لها: انت مين؟ فقالت له: انا بنتك. وقال لها: ايه التعبان ده؟ قالت له: التعبان ده هو عملك السيء، انت سبته يكبر 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 لغاية لما كان هيلتهمك انت. مم. وقال لها: مين الراجل الضعيف العجوز اللي مش قادر يساعدني ده؟ قالت له: ده عملك الصالح. وعملك الصالح لانك تركت الاعمال الصالحة، الحسنات بقت قليلة جدا مقابل السيئات. مم. فما بقاش قادر يساعدك. ومن هنا خد القرار مالك ابن دينار انه هيقرب من ربنا، واصبح مالك ابن دينار اسم من اكبر اسماء الصالحين واسماء التابعين اللي كانوا سبب في هداية ناس كتير قوي. مم. القصه هنا، القصه هنا نوصل بيها الرساله للمشاهد هنا في الجزئيه دي على ايه؟ نوصل بيها الرسالة انك قربك من الله هو اللي هيحجم نفسك، هو اللي هيقود نفسك عشان تاخدك على الطريق. ها. كل ما هتبعد عن ربنا سبحانه وتعالى، كل ما نفسك هتسيطر عليك، وكل ما هتبعدك عن طريق ربنا. واعرف انك كل ما بتبعد عن ربنا كل ما بتقرب من طريق النار خطوة. مم. طيب، احنا كلنا حابين نبقى كويسين، كلنا حابين نخش الجنة، كلنا بنحب ربنا، كلنا نفسنا نتقابل في الجنة.
بس لو سألت اي حد انت بتحب ربنا، يقول لك اه طبعا بحب ربنا، بحب النبي، نفسك تخش الجنة، اه نفسي اخش الجنة. طب عملت ايه عشان تخش الجنة؟ مم. عملت ايه عشان ربنا يكون راضي عنك؟ لحظتها ممكن تلاقي ايه، لحظة صمت، ويطلع صوت صرصار الحقل من مم. كتر الصمت وما حدش عارف يقول ايه. مم. فهنا نسبيا دور الشيطان معاك بيكون ايه؟ دور الشيطان معاك بيكون ضعيف قوي جنب النفس. تكون متكتف ومش قادر تبدأ، مش عارف مش عارف تاخد الخطوة. بس الشيطان هنا هو ممكن بمجرد ما تستعيذ بالله خلاص الشيطان راح، بس ساب لك نفسك اللي هتقعدوا مع بعض في صراع على طول، ومش هتفوتك ومش هتبعد عنك خالص، انتم مم. ملازمين بعض على طول. مم. احد الصالحين بيقول: جاهدت نفسي 40 عاما حتى استقامت. قعد يجاهد في نفسه 40 سنة، تاخده شوية تبعده عن الطريق، وهو يجاهد نفسه شويتين ويرجع تاني، وتاخده وياخدها تاني لغاية لما خلاص هي استقامت، اتعودت على الطريق ده وحبت ده خلاص من مم. كتر الاستقامة. مم. فنفسك آه نفسك عايزاك تبعد عن ربنا ونفسك عايزاك في دنو، وعايزاك تغوص اكتر في مستنقع وبركة المعاصي والذنوب. يعني هي النفس، يعني انا اعرف ان احنا عندنا 3 انفس. هل 3 انفس بيسعوا لده؟ لا، ها. خلينا طيب الثلاث انفس دول هنتكلم عليهم بس في قدام شوية. مرحلة قدام. اه قدام اوكي. شوية بس هنتكلم عن الثلاث نوضح، بس انفس. نوضحها، يعني نوضح الفكرة دي. هو في 3 انواع من الانفس. ربنا سبحانه وتعالى قال على لسان سيدنا يوسف: ان النفس لامارة بالسوء الا ما رحم ربي. دي النفس الاولانية. وتاني نفس ربنا اتكلم عنها النفس اللوامة. بسم مم. الله الرحمن الرحيم: لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. تالت نفس اللي ربنا سبحانه وتعالى اتكلم عليها هي النفس يا أيتها النفس المطمئنة مم. ارجعي إلى ربك راضية مرضية وادخلي في عبادي وادخلي جنتي. مم. بنفس الأمارة بالسوء، والنفس اللوامة، والنفس المطمئنة. كويس. هنا احنا عندنا نفس واحدة هي اللي تساعدنا على السوء والسعي هي إلى عمل آه الشر يعني. النفس الأمارة بالسوء. كويس. فهي النفس عاملة زي بالظبط كأنك راكب حصان قوي، ها. حصان سريع جدا. كويس. لو انت ما اتحكمتش في اللجام بتاع الحصان ده وخليته يمشي على الطريق اللي انت عايزه، هيخرج عن الطريق. وكل ما هيشوف حاجة كده بتبرق كده بعيد عن الطريق هيجري عليها وهيبعدك عن طريقك. هيشوف اي معصية، اي ذنب، اي شهوة من شهوات الدنيا هيروح ناحيتها مباشرة. مش مهم بقى اذا كانت الحاجة دي كويسة حاجة مش كويسة، هتبعدك عن ربنا هتقربك من ربنا، مش فارقة معاه. مم. هو حصان جامح، مم. لازم تسيطر عليه عشان ترجع وتمشي على الطريق. لان النفس عايزاك تكون دايما بعيد عن ربنا. ولو نفسك والشيطان اتحدوا عليك مش هتعرف ابدا، او هيكون صعب قوي انك ترجعها تاني وتروضها تاني. مم. قالوا ايه؟ نحت الجبال بالاظافر. شوف يعني لو عندك جبل وهتنحته تماثيل بضوافرك مم. اهون وايسر من اصلاح النفس التي سيطر عليها الهوى. شوف لدرجة ايه؟ مم. انك يعني لو جبل كبير قوي وهتنحته بصباعك بضوافرك كده، شوف مدى صعوبة الموضوع. مم. بس ده اسهل من نفسك لو سيطر عليها الهوى. طب ازاي نخلي انفسنا لا تسيطر عليها الهوى؟ طيب احنا في عندنا انذار كده، ها. الارم كده، لمبة حمراء بتنور. اللمبة الحمراء دي تعرف كده ان انت دخلت في مرحلة الخطر لو بدأت تشعر بالرضا عن نفسك. ها. ابن عطاء الله بيقول: سر كل معصية وغفلة وشهوة رضاك عن نفسك، وسر كل طاعة ويقظة وعفة عدم رضاك عنها. وعلامات الرضا عن النفس 3. اللي هم. أول حاجة إنك ترى أنك صاحب الفضل. يعني إيه؟ يعني كل حاجة بعملها أنا شايف إن أنا السبب فيها، أنا صاحب الفضل فيها، أنا اللي ساعدت بني آدم واديته فلوس، أنا
اللي عملت الخدمه فلان، انا اللي عملت الحسنات دي، انت شايف نفسك. وده بين قوسين كده بيسموه العجب. ها. العجب مش هو الرياء. الرياء انك تستنى ان حد يقول لك حاجه كويسه عنك، كويس. بس العجب انت شايف نفسك اصلا احسن واحد، انت شايف نفسك تستحق الافضل، انت شايف نفسك مفيش حد زيك. هل هنا جزئية الأنا؟ الايجو بيزيد قوي اه. والانا بيزيد قوي عند تمام. البني ادم، تمام. لدرجه ممكن توصل الانسان لمرحله طمس البصيره. مم. مم. تاني سبب من الاسباب، او تاني علامه من العلامات، انك تحدث عندك الشفقه على النفس. تحدث الشفقه على النفس انك تقول كفايه كده بقى، ها. انا عبدت ربنا كتير قوي، عملت حسنات كتير قوي، اشوف نفسي شويه بقى. فتلاقي نفسك كده شويه شويه الواحد بيبعد عن ربنا، والبوصله عماله تروح بعيد شويه عن الطريق من غير ما تحس. ها. ودي طبعا من الافعال الشيطانيه اللي بيخلي النفس تسيطر عليك. وخلاص بقى يعني، فانت تبدا تلاقي نفسك بتغوص في المستنقع وبتدوس في الوحل واحده واحده، ها. لغايه لما ال ال الطين يلزق في الهدوم وما تعرفش تطلعه ابدا. تمام. تالت حاجه التقليل من عيوب النفس. تقلل من عيوبك انك دايما تقارن نفسك بمن هو اقل منك. مم. تشوف حد مثلا ما بيصليش خالص، تقول لا ده كده زي الفل، ده انا كده كويس قوي، ده انا بصلي الحمد لله الخمس فروض وانا احسن من غيري. وتبدا تحصل المقارنات بمن هو ادنى منك، مع انك لو قارنت نفسك باللي اعلى منك هتلاقي نفسك بعيد. بعيد قوي. ها. فبتبدا بقى هنا المقارنات، فبتحصل ان انت بتشوف عيوبك قليله، لا ده انا عيوبي انا بالنسبه لعيوب الناس عيوب قليله جدا. ها. في يوم كان النبي صلى الله عليه عليه وسلم الصلاة والسلام. قاعد مع الصحابة، فرسم لهم كده خط على الأرض وقال لهم إيه؟ هذا سبيل الله، ده طريق ربنا، طريق واحد أهو. مم. وبعدين رسم كده شوية خطوط كده على اليمين وعلى الشمال، وقال لهم ما من سبيل من هذه السبل إلا عليه شيطان يدعو إليه. يعني كل طريق من الطرق الكتير قوي اللي على جوانب الطريق الرئيسي بتاعنا، مم. كل واحد عليه شيطان. مم. الشيطان ده عايز ياخدك، وهدفه وتارجته انه ياخدك من طريق ربنا ويبعدك. مم. تمام. وبعدين ثم تلا قول الله وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. يعني التزم بطريق ربنا، لان طريق الحق واحد وطرق الضلال كتير. مم. حتى هتلاقي في القرآن كل الآيات اللي جاية بهذا المفهوم نور واحد، الظلمات كتير، هدى، ضلالات. مم. هتلاقي كل المسميات الفردية في الأشياء الإيجابية ايوه والجماعية في الأشياء السلبية. بالظبط كده اهوت. تمام. طيب هل لو أنا بطلت أعمل معاصي بنسبة، هل ده معناه إن أنا ابتديت أخد نفسي ناحية عمل الخير وأغير وأعدل من نفسي ولا لا؟ جميل قوي السؤال دوت. بص، القلب عامل زي الكوبايه، ها. لو مش هتملاه لو مش هتملاه بميه وحاجه مفيده ها. هيتملي بحاجه سيئه. الكوبايه او الازازه لو مليتها بميه هتطرد الهواء من جواها. نعم. بيجتمعوا مع بعض؟ لا. مم. فكل ما هتبعد عن المعاصي وهتملى الوعاء ده خير. بالخير، مم. كل ما هينطبع عليك. كان ايه في قصدك ينطبع عليك؟ ينطبع عليك هيبان للناس يعني، ولا هينطبع عليك ان وشي هيبقى منور، ولا هينطبع عليك ان تعاملاتي مع الاخرين هتختلف؟ يعني مقصود هو ينطبع عليك. هينطبع عليك في علاقتك مع ربنا اول حاجه. نعم. هتلاقي نفسك ستيبل في علاقتك مع ربنا، تلاقي نفسك الموضوع بمنتهى السلاسه. خلاص انا بحب ربنا، انا بحب انا بحب التوبه، انا بحب اعمل حسنات، انا بحب اقرب من ربنا. مم. هتلاقي خلاص دي بقت لايف ستايل بالنسبه لك. نعم. هتلاقي نفسك كده بتشمئز شويه من انك تسمع اغاني او من انك تعمل معاصي. هتلاقي نفسك خلاص مش حابب ده اصلا، مم. ربنا يفتح عليك. السيده ربيعه العدويه كانت مره معديه على مجلس احد الصالحين اسمه صالح المري، نعم. فكان بيتكلم بيقول من ادمن قرع الباب اوشك ان يفتح له. فقالت له ايه هي؟ الباب مفتوح ولكنك تفر منه.
باب ربنا سبحانه وتعالى مفتوح 24 ساعة. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. الباب مفتوح، بس بسبب سيطرة النفس وبسبب الألاعيب الشيطانية دي انت مش عايز تدخل، مش عايز تبدأ، حاسس انك متكتف، مع ان ربنا بيقول لك الباب مفتوح. الباب عمره ما كان مقفول ابدا. ده معناه ان انا لو مثلا بعمل حاجة غلط واجي اقول ان انا عايز ابطل الغلط ده، فلاقي نفسي ان انا مش قادر، بس احاول منه وبرضه مش قادر، مش ده معناه طرق على النفس؟ ان انا المحاولات دي طرق على النفس مم. ولا لا؟ المحاولات دي ان انا اجي بتبقى عايز اعدل الغلط بس مش قادر، بس احاول تاني بس مش قادر، ده طرق على النفس ولا لا؟ طبعا حلو، كويس أوي. المحاولات. انا مثلا انا تمام. عايز اخد منك لجاه، اذا هو طرق على النفس. طيب، عدم الوصول الى فتح الباب رغم ان محاولات الطرق مستمرة، ده معناه ايه؟ وهل في خطة معينة ممكن اقوم بيها علشان اقدر افتح الباب ولا لا؟ اول حاجة الاخلاص لله سبحانه وتعالى. احنا اتفقنا الباب مفتوح اصلا. كويس. الباب مش باب بس عمره ما خلينا كان نقول احنا مقفول. بنتكلم على ترك النفس مش ترك احنا ترك النفس هنا بس. فاحنا ترك النفس باستمرار، اللي ممكن اقدر ان انا اخد الطريق الصح، فالباب مفتوح مم. فبتحرك مم. تجاهه. تمام. بص، طرق النفس عندنا 3 حاجات. اه. التخلي، التخلي عن المعاصي، نعم. فانت بالتالي هتفرغ القلب من المعاصي. نعم. والتحلي بالاعمال الصالحه، نعم. انك هتحاول تقرب من ربنا سبحانه وتعالى، وهتحاول انك تملى القلب ده. ما انت خلاص، انت نظفت خلاص اهو، مم. تبدا تملى. وبعدين التجلي، ساعتها هيحصل لك حاله من التجلي، وربنا سبحانه وتعالى هيصطفيك من عباده الصالحين. يبقى عندنا التخلي مم. عن الموبقات، وتخلي عن الاعمال عن ما لا يرضي الله، والتحلي بما يرضي الله. وبعدين المرحله الثالثه هتيجي اوتوماتيك، التجلي، وربنا سبحانه وتعالى هيصطفيك وهتبقى من عباده الصالحين. مم. كانوا بيقولوا من اتهم نفسه واساء الظن بها بحث عن عيوبها وبدأ بمعالجتها. بمعنى. بمعنى مم. يعني دايما تخلي نفسك موضع اتهام، تشوف نفسك دايما مقصر. نعم. بس عايزين نعمل فاصل ما بين حاجتين مهمين قوي، انك تتهم نفسك دايما، وانك توصل لمرحلة جلد الذات. لانك لو موتت نفسك وفطستها كده هتبعد اكتر. خليك دايما مراقبها، دايما راقب نفسك، ما تديش نفسك الامان ابدا. لانك لو اديت لنفسك الامان هتلاقي نفسك بتتسرق واحدة واحدة. مم. فراقب دايما وخليه موضع اتهام. خلي نفسك كده واقف قدام مراية باستمرار، مم. شوف نفسك، راجع الاعمال اللي عملتها ايه كل يوم. شوف هل انا فعلا غلطت ما غلطتش. ساعات كلنا بنحاول نقنع الناس ان احنا ما غلطناش، مم. بس بينك وبين نفسك تبقى عارف كويس قوي تمام. انت غلطت ولا ما غلطتش. تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. واما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فان الجنة هي المأوى. صدق الله العظيم. طيب. طيب، انا هستأذنك، هنطلع فاصل وبعد الفاصل نتواصل معاكم مرة تانية ببرنامجكم شير في الخير في شباب على